السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده كده روتين عند الزرع تاني يا حبايبي، بعد ما رشينا السماد امبارح وكده وريتكم في الفيديو كده السماد وهو بيترش، وان احنا لازم نروي الارض بعدها على طول. طبعا انا مرضتش اعمل كله في فيديو واحد عشان ما اطولش الفيديو عليكم بس ويبقى طويل قوي وتزهقوا مني وتملوا. فانا عملت رشيت السماد، وعملت فيديو عليه واحنا بنرشه مع بعض كده. وطبعا كلنا عارفين ان احنا بعد ما نرش السماد لازم نروي الارض، ولازم على طول بعديها، لان السماد لو ما روينش الارض بعديها بيحرق الزرع او بياكله حبايبي. فالمفروض ان احنا رشينا السماد من هنا على طول بنبدا ان احنا نروي الارض. طبعا احنا عشان الميه عندنا ضعيفه وكده ما عرفتش اصور الفيديو والحمه مع التاني. اول حاجه كان هيطول الفيديو عليكم، وتاني حاجه علشان اعمل، بصوا الميه نازله من الماسوره عامله ازاي ضعيفه جدا. فاحنا بنروي يعني انا ممكن اسيب الميه شغاله على الارض طول الليل مثلا لحد الصبح لما تتروي، وتفضل ايه بقى مع نفسها طول الليل. انا طبعا سبتها شغاله من بالليل عليها، وخليت الميه طول النهار. بعد ما انا رشيت السماد، طبعا انا كنت رشه السماد بدري، فتحت الميه عليها طول النهار. طبعا كنت بروي شجر الجوافه هو كمان والزرع التاني اللي حواليها، فعشان اروي ده كله عايزه يوم كامل. فطبعا انا بقى سبت الميه طول الليل تروي شجر الجوافه الاول وتحطه. انا كنت عايزه اسالكم بس يا حبايبي، الجماعة اللي هم خبرة في الزرع وعارفين يعني، هل أنا لو حطيت سماد للشجر الجوافة والشجر البرتقان والليمون ده عادي، ولا بيتحط له أنواع تانية أو حاجة تانية؟ لأن أنا معرفش والله بيتحط له ولا لا. أنا مرضتش أحط غير لما أسأل كل حبايبي اللي فاهمين والناس اللي بتفيدني في موضوع الزرع والزراعة وكده. أنا بتعلم منكم، أنتوا أساتذة الفاضلة، وطبعا أنا لازم أتعلم منكم الصح من الغلط. فأنا بصراحة مرضتش أحط سماد لشجر الجوافة. أنا هصور معاكم شجر الجوافة دلوقتي وهتشوفوه في الفيديو ده. الجوافه طرحه وبسم الله ما شاء الله عليها، لسه صغيره كده وخضره في الشجر زي ما احنا شفناه في الفيديو اللي فات. وطبعا انا شربتها وسقيتها، بس انا مش عايزه اقول لكم على البهدله اللي شفتها من الشوك يا جماعه. اللي حواليا ده كله شوك، اول ما بيمسك في الجلابيه بتاعتي او في العبايه. بصوا انا هوريكم العبايه وانا مصوراها دلوقتي، كمان شويه هتشوفوها في الفيديو. قسما بالله ما كنت عارفه اتحرك من كميه الشوك اللي ماسكه في هدومي. كانت كميه الشوك ملهاش حل. انا كنت ساعتها ساعه الظهر بقى كنت رايحه اقفل الميه، لان انا سبت الميه طول الليل على الزرع وشربت بقى طول زي ما هي عايزه. كان فاضل جزء بس كده، رحت فتحت عليه. وطبعا شجره الجوافه دي زي ما انا وريتكم كده كان فيها ورق دبلان وناشف من قله الميه، وفيها ورق اخضر كان فيه بيطولها ميه ولا. بصوا الارض لو شفتوها هتلاقوا الارض ايه، فيها حتت مبلوله وحتت لا. طبعا انا عملت لها حوض كده ليها لنفسها، وقلت هملى بالجردل لان هي بعيده عن حوض الميه اللي انا بسقي منه، فعشان افتح لها هتاخد وقت جامد. فانا قلت لا، طب انا هملى بالجردل وهفضلها لحد لما تشرب. كده كده هي سهله، هجيب من الماسوره بالجردل وعلى قد الشجره دي هفضلها ميه بالجردل. المهم ان انا اطولها الميه وان هي تشرب لحد لما تشبع من الميه، علشان خاطر حرام ان هي تنشف بالزرع اللي فيها. بص الانتاج اللي فيها، لو وريتكم كميه الجوافه والله العظيم يا جماعه بصوا حرام. فانا مستحرمه ان هي تدبل على كده بقى. فيها كميه جوافه محمله الشجره بسم الله ما شاء الله يعني. جوافه لسه صغيره زي ما انتم شايفين كده، فعايزه تشرب ميه على طول علشان خاطر تخضر تاني وعشان تسوي الجوافه اللي فيها. فانا بقيت اجيب بالجردل في قلب الشوك دوت وارجع تاني اسقيها وارجع اروح حامله من الماسوره واحط تاني يعني. بصوا الجوافه يعني بتبدا تبيض اهيت وتبدا تستوي وتكبر شويه. بس انا ما اعرفش يا جماعه هي بترش لها سماد ولا بترش لها حاجه تانية. والله انا ما عندي خبره في موضوع الشجر بصراحه. انا اعرف السماد بيترش للزرع اللي هو اللي في الارض عادي، اما الشجر انتوا بقى اللي هتفيدوني وهتقولوا لي اذا كان ينفع ارش لهم عادي، ولا هم ليهم حاجه تانية انواع تانية معينه للشجر بيتحط فيهم. انتوا فيدوني في الموضوع دوت وقولوا لي، عشان حرام نخسر الشجر ده وحرام يدبل ونسيبه يموت على كده. وكمان انا عايزه حاجه تتحط ليه ان هو يكبر بسرعه ويسوي الجوافه اللي فيه دوت، عشان حرام الانتاج اللي فيه دوت كده يروح على الفاضي. الشجره التانية دي برده محمله. بصوا الميه دي بقى الحوض بتاع الميه اللي ماشي بيسقي هناك. شجره الجوافه دي كده على جنب بعيد عن الحوض ده شويه. الشجره اللي هي اللي باينه منها الفروع دي بصوا دي قريبه الميه طايلاها، فعشان كده مخضره كلها وبرده محمله جوافه صغيره. فهي بس عشان الميه طايلاها فانا سبتها ايه هي تشرب براحتها يعني.
طبعا ده الحوض بتاع الميه ده كله كده ماشي لحد القته، مشوار يعني يا جماعه، مش اللي هو مثلا هتبقى قريبه من الماسوره، لا ده الماسوره في اخر الارض خالص والقته في اول الارض خالص. طبعا انا بمشي ده كله شوك. بصوا قسما بالله، بصوا لو انتوا تركزوا في الشجر ده الصغير ده هتلاقوه شوك وبيخضر بقى كل ما بشرب ميه. بصوا عامل ازاي بيخضر. بصوا هدومي ده جزء من اللي ماسك في هدومي، مش كله كمان، ده جزء. انا حبيت اصور معاكم بس عشان اوريكم ان الموضوع مش سهل. وكان الشمس، وكانت البت هبه الصغيره معايا بتصور، يا حرام. البت من الشمس قالت لي يا ماما دماغي مش قادره. قلت لها طب هات يا ماما وانا هكمل تصوير، انا مش مهم ان انا ايه اظهر في بقيه الفيديو يعني. طبعا كان كميه شوك ملهاش حل. وكمان البنت كانت بصوا عماله يعني صعبانه عليا والله العظيم، من كتر الشوك اللي عماله تشوكه، من كتر الشمس اللي من كتر الشوك اللي عماله تشوكه، من كتر الشمس اللي نزلت على دماغها. فصعبت عليا بجد. قلت لها تعالي هبه اقعدي انت تحت الشجر يا حبيبتي وانا هكمل تصوير. كده كده انا رشه السماد معاكم امبارح في القته، بس انا حبيت اوريها لكم بعد ما شربت. السماد اختفى خالص مع الميه. اول ما الميه نزلت فيها واول ما الميه مشيت في الزرع داب معاه السماد، ده داب خالص واختفى مع الميه. ان شاء الله يكون بفايده للزرع يعني، وهوريكم النتيجه بعد ما نرش السماد يعني. هوريكم النتيجه بتاعته هتكون عامله ازاي. بصوا ده كله شرب ميه بسم الله ما شاء الله اهوت. نص الارض شربت والنص التاني كانت لسه ما شربتش، لان بصراحه يا جماعه نص الارض دي كانت عطشانه. الارض كانت عطشانه جدا، كان بقى لها تقريبا 5 ايام ما كانتش شربت ميه. يعني الارض قعدت 5 ايام كده ما كانتش بيوصلها ميه. فطبيعي ان انا شغلت عليها طول الليل الميه ما اكتفتش، كانت عايزه تاني، وانا سبت الميه شغاله عليها برضو. قلت خليها برضو طول الليل كمان شغاله وطول النهار مش مشكله خالص، خليها لحد لما نعم. انا بصوا مسكت المنقره هنا وجيت على شجره الجوافه دي ورحت جايه. هي بصوا كانت متساويه مع الخطوط كده، ما كانش لها حوض ولا حاجه ان انا اشربها فيها. فطبعا انا حطيت عملت بالمنقره كده حوض ليها، حوضت عليها كده يعني زي حوض صغير كده، حوضت عليها بحيث ان انا لما اشربها الميه تبقى محدوده عليها هي بس، ما تمشيش في الارض كلها. طبعا بقيه الارض في اماكن فيها ملهاش لازمه والميه تنزل فيها شوك بس هسقي الشوك على الفاضي. فانا رحت جايه محوطه على الشجره بالمنقره كده زي ما انتم شايفين، وعملت لها مكان حوض كده بحيث ان انا ادلق فيها مثلا 3 جراد الميه او حاجه تبقى على قدها ومحدوده، الميه هي تشربها وتكفيها هي بس، ما تروحش بعيد عن اماكن تانية فيها شوك ملهاش لازمه الميه تطلع بعيد عنها يعني. لان انا زي ما قلت لكم انا بسقيها بالجردل، مش هعرف اسقيها وافتح لها يعني ان الميه توصل لها، لا انا هامله بالجردل. وبروح بقى عند الماسوره مشوار اشيل الجردل واجي في قلب الشوك. فايه حبيت اعمل الحوض ده حواليها بحيث ان هي الميه تبقى محدوده عليها بس، وتعرف ان هي تشرب وتشبع من ايه، من الميه اللي هتتحط لها، ما تتفركش الميه وتطلع بعيد الارض يعني بعيد عنها وما تستفادش بيها الشجره يعني. الشجره فيها جوافه، انا صعبان عليا ان ده يموت والله العظيم، رغم ان الشمس كانت حاميه جدا، ورغم ان انا ماليش في موضوع الزراعه اساسا يعني. بجد بجد انا اول مره في حياتي ازرع واول مره في حياتي اخد بالي من الزرع وكده يعني. حوضت عليها ودلقت فيها جراد الميه زي ما انتم شايفين كده على قد ما اقدر. دي شجره البرتقانه والاستفندي. الشجره دي بسم الله ما شاء الله عشان في قلب القته فوصل لها الميه بتشرب واخده حقها تلت في الميه يعني. الجزء ده كله كده يا جماعه شرب. بصوا الجزء الاولاني شرب، لو بصيتوا للجزء اللي جوه شويه هتلاقوا لسه الميه ما مشيتش فيه، لسه الميه عشان بس ضعيفه فالارض بتاخد حقها في الشرب. طبعا عشان عطشانه بتمتص ميه كتير، والرمله دي بالذات غير الارض الطين يعني. الارض الرمله بتاعت الصحراء دي بتشرب ميه بطريقه كتير بالذات انت لو عطشتيها. فهي طبيعي ان هي كده خلاص. بصوا هي بقى قاعده، بصوا قعدتها تحت الشجر يا عيني صعبت عليا. فانا واقفه جنبيها كده بصور في القته والبتاع، فلقيت يا عيني العبايه مليانه شوك، فعماله ليه بص تحاول تشيل من العبايه شويه، بس هتشيل ايه ولا ايه؟ والله قسما بالله يا جماعه انا قعدت نوره وبطه ولبسوا كل واحده جوانتي يا عيني، ومسكوا بقى قعدوا عشان يطلعوا كميه الشوك اللي في الهدوم دي كلها، لانهم يا عيني لو ما لبسوش جوانتي بيتشوك في الصوابع، وبتبقى شوكتها رخمه رفيعه جدا ما بتطلعش من الايد يعني. فهي بتبقى رخمه بمعنى ان هي رخمه بجد يعني. فصعبت عليا انا عامله يا عيني واقفه بصور وهي حبيبتي عماله تنقي في الشوك وترميه، وانا قعدت تحت الشجر الكبير. طبعا احنا زارعين شجر محوطين بيه على الارض كلها، يمكن انا صورته معاكم في الفيديو اللي فات، فعامل ضله وعامل هوا تحت منه كده. فصعبت عليا قلت لها خليكي يا ماما قاعده ريحي انت هنا وانا ايه هخش اكمل وهصور الباقي كده كده. فانا حبيت اوريها لكم بس وهي قاعده بقى ايه هبطانه من كتر الشمس والتعب اللي شافته. بص ده كله شرب كده، حتى هتلاقوا الارض مبلوله اهي باين فيها الميه
طبعا السماد اختفى خالص مع الميه، مش باين خالص. طبعا الزرع بس عشان لسه شارب فالميه عاملاه شويه منيماه كده على جنب يعني. بصوا الشجره مفرعه، دي شجره قتايه واحده، بصوا مفرعه قد ايه، بسم الله ما شاء الله. بصوا على اليمين وعلى الشمال، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، مفرعه يعني. بصراحه المنظر تحفه. الجنب ده بقى بصوا لسه بيبدا يشرب يا جماعه، نصه لسه يعني دوب الميه بتبدا تمشي في خطوط فيه وخطوط لسه، بس عشان الميه ضعيفه، بس انا سبتها طول النهار هتكمل بقى كلها وهتشرب بقى كلها عشان بقيه السماد اللي باقي دوت يدوب في قلب الميه برده وما يحرقش الزرع ولا حاجه. وطبعا انا باخد بنصايحكم، لو في اي نصيحه برده قولوا لي، وقولوا لي اذا كان السماد ينفع للشجر ولا لا، وكملوا معايا وانا مكمله معاكم في موضوع الزراعه. هصور لكم بعد كده شجر الليمون وشجر الخوخ في الارض التانيه، عندنا كميه شجر ليمون ممتازه جدا هصورها معاكم، وكميه شجر خوخ برده بسم الله ما شاء الله، خوخ اللي هو السكري دوت، اكيد كلنا عارفينه. كميه هناك بصوا، دي من قله الميه بتبدا تدبل وتصفر ازاي، بصوا علشان ما كانتش شربت بقالها 5 ايام، بس ان شاء الله اول ما الميه تنزل فيها هتفوق وهترعرع تاني وهتخضر تاني ان شاء الله بامر الله. وربنا يجازينا خير يا رب، ويكون في